تدرون شلون طلع لنا عسل بحريني لكن من البحر؟ من وسط 460 ألف شتلة من أشجار القرم في دوحة عراد، هني تبتدي قصتنا. في قلب محمية دوحة عراد الطبيعية، وفي أي مكان بتلقى فيه أشجار القرم أكيد بتلقى تحته حياة. يزيد السمك والقشريات مثل الشغير، وتستقر البيئة البحرية. أشجار القرم مو بس منظر طبيعي، أشجار القرم تخزن الكربون داخل التربة وتحمي الشواطئ من التآكل وترد الحياة للبحر. أهم شيء كان في هالتصوير حالة المد والجزر، فتواصلنا مع إدارة الأرصاد الجوية وخبرونا بأكثر مد وأكثر جزر. وشيء حلو لما ندش محمية وتعيش يوم كامل بين السمك والشغيب والطيور وأشجار القرم. طبعا بدأت في عالم تصوير الطيور بالتحديد في عام 2013. ما شجعني على هذا المجال هو الهواية من يوم احنا صغار، طبعا كنا نربي طيور. وسط أشجار القرم يقصد المصور البحريني زكريا عمران أفضل اللقطات، ويات أحلى مناسبة أن نتلاقى فيها ونتكلم عن الطيور المهاجرة اللي رصدها في مواقع أشجار القرم في البحرين. الزرزور الجبلي والعصفور التفاحي، هذا لأن أنا شاهدتهم فقط مرة واحدة في البحرين. أما بخصوص أنواع الطيور التي تتواجد عند أشجار القرم، البلشونات بأنواعها، إضافة إلى أننا وثقت الرفراف أبيض الصدر على أشجار القرم، وهذا الطير شبه نادر في البحرين وأعداده جدا تصل إلى البحرين قليلة. في 2022 بدأت مملكة البحرين بزراعة أشجار القرم علشان تضاعف عددها 4 مرات إلين سنة 2035. البيئة البحرينية غنية تنوع كبير من الطيور المهاجرة والمقيمة، تحتاج فقط إلى عدسة وإلى عين متابع يرى هذه الطيور بجمالها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. في منتزه ومحمية دوحة عراد الطيور ما تزورها وبس، هي ساكنة ومكانها بين أغصان القرم. في سنة 2024 أطلق سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مبادرة القرم لتعريف الكل عن أهمية هذه الشجرة وشلون نقدر نحافظ عليها. وهالمبادرة جزء من خطة كبيرة تقوم عليها مملكة البحرين لتقليل التلوث والدخان بنسبة 30% خلال عام 2035 سواء من المصانع أو السيارات، كل ذي علشان نعيش بهواء نظيف وبصحة أفضل. في شغل كبير صار وراء الخطة، وعلشان تعرف شنو كمية هذه الجهد لازم أنقلك وياي للكواليس علشان تعرف شلون. خلال وقت معين خلال السنة من أغسطس إلى سبتمبر يتم جمع البذور بكل دقة خلال أوقات الجزر. يتم حفظ البذور تحت درجة 20 درجة مئوية مع رطوبة وتهوية مدروسة. يتم تنقيع البذرة في الماء لتلين القشرة والتخلص منها، وبعدها يتم زراعتها في أكياس رملية، ويتم سقيها كل يوم لمدة 6 إلى 8 شهور عن طريق تهيئة النبتة بالتدرج على ملوحة البحر لين توصل لقوتها وشدتها وتنزرع في بيئتها الطبيعية في البحر. أثناء ما كنا نصور في مشتل التوبلي شفنا شيء ما توقعناه. نحال بحريني قدر يصنع بيئة آمنة للنحل وسط أشجار القرم. من ملوحة البحر طلع لنا عسل، عسل بحريني نقي مصدره أشجار القرم، لأن المكان نقي وخالي من الملوثات صار بيئة مثالية للنحل، وصارت الفوائد بيئية واقتصادية. بعد البحث شفنا ان احنا عندنا موجود شجر المنقروف، سوينا التجربة وتجربة جريئة كانت، نزلنا مناحلنا على المنقروف وانبهرنا بالإنتاج، طعم، رائحة، غزارة إنتاج. فنزلنا بسوق المزارعين وصار عليه إقبال، ما ضقنا عسل نفس هذا من قبل، فكان جدا جدا فرحة لا توصف، لأن صار عندنا كأن احنا أنتجنا شيء
نادر وفخر إلى البحرين، كأننا رافعين اسم البحرين. يتم إنتاج عسل القرم في 3 خطوات. الخطوة الأولى يتم جمع المناحل ونقلها لمكان واحد بين أشجار القرم. الخطوة الثانية يتم توفير الماء للنحل بمصادر جريبة علشان يقدر النحل يتحمل حرارة الشمس. الخطوة الثالثة يبدأ الموسم ويستمر تقريبا 5 أسابيع، وعقبها نستخلص النحل من المناحل. القرم مو بس شيرة، هي أكسجين وحماية وثروة بحرية ترجع للحياة. وكل شيرة وراي بدت من بذرة، كبرت وترسخت وصارت جزء من مشهد يستحق أن نفتخر فيه. اللي صار مو بس إنجاز بيئي، ولا هو دليل على أن البحرين قاعدة تزرع اليوم علشان تضمن جيل يعيش في بيئة أنظف وأرض أطيب. والحين يا الوقت أقول لك، عرفت شلون؟